المعادلة الكيميائية الحرارية من التفاعل المقابل A2 بيديني 2B. ما قيمة دلتا H للتفاعل 4B يديني 2A2. طب نهدى كده مع بعض شوية يا جماعة ونركز عشان نفهم احنا بنحل النوع ده من المسائل ازاي. أول هام حضرتك بتبص لي على التفاعلين، حطهم لي تحت بعض كده. A2 اداني 2B. أنا عايز 4B اداني 2A2، وهنا طبعا معايا الدلتا H هتساوي X كيلو جول لكل مول. عايز الدلتا H هنا. أول هام أنت عشان تتحول من هنا لهنا هتعمل إيه؟ اختار أي واحد من المتفاعلات أو النواتج اللي أنت تقدر تحسبه. يعني مثلا لو أنا بصيت على ال A2 عشان تتحول ل 2A2 محتاج أعمل إيه؟ أول هام حضرتك محتاج تضرب في 2. تمام؟ ليه في 2؟ عشان هنا 1 هنا 2، المعامل هنا 1 أو هنا 1 مول بقوا 2 مول. تاني هام حضرتك محتاج تضرب في -1. ليه -1؟ لأن أنا ببساطة ال A2 كانت موجودة هنا في المتفاعلات بقت في النواتج، يبقى لما تغير لي اتجاه التفاعل معناه إنك هتضرب في -1، يبقى المحصلة بتاعتي إنك ضربت في -2. شكرا. طب وبعدين نفس الكلام ده بقى نفذهولي على الدلتا اتش فتبقى -2 اكس كيلو جول لكل مول. يبقى او اسف من غير كل مول طبعا لان ما بقاش معايا كده دلتا اتش نوت، بقت دلتا اتش بس. يبقى -2 اكس كيلو جول. يبقى تاني عملنا ايه؟ انا بختار اي واحد عشان انا عارف الغلطه اللي ممكن تغلط فيها. حضرتك ممكن تقول لي طب ثانيه واحده، يبقى الاي 2 كده ضربنا في -2 وال2 بي ضربنا في -2 برضه عشان تبقى من 2 ل 4 وبدل نواتج تبقى متفاعلات. لا، هي كلها على بعضها -2 واحده عشان ما تجيش تقول لي يبقى هضرب في 4. لا، هي -2 واحده. تمام؟ يبقى انت بتختار اي واحد من المتفاعلات او النواتج تحدد عليه، لان اللي حصل هنا هتلاقيه حصل في التاني. تمام؟ دي الطريقة اللي انت بتستخدمها عشان تتعامل مع المعادلات، فتبقى النتيجة بتاعتي -2 اكس كيلو جول. اختيار راحت فين؟ اختيار رقم ب. من التفاعل المقابل نص H2 زائد نص I2 زائد 26 كيلو جول يديني HI. تمام؟ فإن قيمة دلتا H للتفاعل نفس الكلام. نبص كده تختار مين؟ أنا عايزك تختار أي واحد. أنا يا سيدي هختار ال H2. تمام؟ من نص H2 ل H2 أنا كده هضرب أول حاجة في 2 عشان النص يبقى 1، وتاني حاجة هضرب برضو في -1. تمام؟ يبقى في الحالة دي ضربت في كام؟ في -2. دي أول معلومة. الدلتا اتش بتاعت التفاعل الأولاني اللي هي كانت هتساوي كام؟ ده حاططها لي في المتفاعلات، يبقى دي كده الدلتا اتش. قلنا هنا دلتا اتش هنا الكيو بي، فيبقى الدلتا اتش بتاعتي عبارة عن 26 كيلو جول. يبقى 2 في -1 أو -2 في 26 تديني الدلتا اتش بتاعتي. صح كده؟ يبقى -2 في 26 تديني كام؟ -52 كيلو جول. اختيار رقم أ أو من غير كالكوليتور. طبعا ال26 غلط، يتفضل عندي الموجب أو السالب. هختار السالب. عند تطهير يديك بالكحول
يتطاير الكحول سريعا وتشعر أن يديك أصبحت أكثر برودة، ما المعادلة التي تعبر عن هذه العملية؟ ثانية واحدة كده. الكحول تطاير، ماشي، تطاير يعني إيه؟ يعني تحول من ليكويد لفيبور. شكرا، من ليكويد لفيبور. طيب تاني حاجة، يبقى دي كده غلط ودي كده غلط. تاني حاجة، إيدي بقت باردة، يبقى الراجل ده ضحك عليا وخد مني طاقة، صح؟ هو لو كانت ايدي دافيه يبقى اداني طاقه، انما لا، ده ايدي بارده، الراجل اللي ضحك عليا وخد مني ايه؟ طاقه. يبقى التفاعل ده ايه؟ ماس للطاقه، يبقى الدلتا اتش بتاعتي بالموجب، يبقى ده الغلط، اختيار رقم ج. طاقه الرابطه. ما نوع العمليه اللازمه لكسر الروابط بين جزيئات المتفاعلات وما اشاره دلتا اتش له؟ مبدئيا ما دمنا بنكسر الروابط المتفاعلات قلنا التكسير هي عملية ايه؟ عملية ماصة للطاقة، والتكوين عملية طاردة للطاقة. يبقى عود نفسك، تكسير ماص، طارد او انتاج طارد للطاقة. وبالتالي كسر الروابط للمتفاعلات هتكون عملية ماصة للطاقة، وما دام ماصة يبقى الدلتا اتش بتاعتها ايه؟ موجبة. فين ماصة وموجبة؟ اختيار رقم باء. أي مما يأتي أو أي مما يلي يعتبر صحيحا بالنسبة لمخطط الطاقة الموضح بالشكل المقابل. مجموع المحتوى الحراري للمتفاعلات أكبر من مجموع المحتوى الحراري للنواتج. طب ثانية واحدة، المتفاعلات فوق والنواتج تحت، يبقى معنى ذلك إن التفاعل بتاعي إيه؟ طارد للحرارة. تمام؟ وما دام التفاعل طارد للحرارة يبقى طاقة المتفاعلات أعلى من النواتج، عشان لما المتفاعلات تتحول للنواتج تطرد الفرق الزيادة من الطاقة. يبقى مجموع المحتوى الحراري للمتفاعلات أكبر من مجموع المحتوى الحراري للنواتج، جملة صحيحة. الطاقة اللازمة لكسر روابط جزيئات المتفاعلات تساوي الطاقة المنطلقة. لا حضرتك، ما هو لو طاقة التكسير زي طاقة التكوين يبقى إن شاء الله مفيش دلتا اتش، أو الدلتا اتش هتبقى بصفر، ولا طارد ولا ماس، ما لناش دعوة بيها دي. مجموع المحتوى الحراري للنواتج أكبر، إحنا لسه قايلين المتفاعلات أعلى. الطاقة اللازمة لكسر روابط جزيئات المتفاعلات اللي هي طاقة التنشيط أكبر من الطاقة المنطلقة. طب ثانية واحدة بعد إذنك، يبقى الطاقة اللازمة للكسر اللي هي الطاقة الممتصة أكبر من المنطلقة، يبقى في الحالة دي هيديني تفاعل ماس، تبقى غلط، بالتالي يبقى الاختيار الصح رقم أ. في العملية المعبر عنها بالمعادلة O2 زائد انرجي يديني O زائد O، ما العبارة التي تعبر عن العملية السابقة؟ أول هام، يحدث كسر للروابط والعملية ماصة للحرارة، هو عندنا فعلا تكسير، وفي نفس الوقت عندنا الانرجي محطوطة مع المتفاعلات، وكده كده التكسير ماص للحرارة. الراجل ده كلامه صح الصح، تبقى اختيار رقم أ. تعالى نتكلم في اللي بعده، رقم 27. التفاعل المقابل طارد للحرارة، ماشي، لأن الطاقة الممتصة اللازمة لكسر الروابط بين جزيئات المتفاعلات أكبر من تلك الناتجة عن لا ثانية واحدة، الطاقة الممتصة أكبر من الناتجة، يبقى ماس مش طارد، تبقى ألف غلط. يا مستر وأنا أعرف منين إن الطاقة الممتصة؟ يا حبيبي هو مش بيقولك إن أنت عارف التفاعل وحافظ اللي فيه، هو بيقولك إن التفاعل ده طارد للحرارة. يبقى ليه؟ يبقى أكيد عشان الطاقة الناتجة أعلى من الطاقة الممتصة، ولا أعرف ال H ولا أعرف ال Cl ولا أعرف ال HCl. تمام كده؟ بس اللي أعرفه إن طبقا للكلام ده، ما دام قال لي إن هو طارد يبقى الطاقة الممتصة أقل من الطاقة الناتجة، أو الطاقة الناتجة أعلى من الطاقة الممتصة، وشكرا. يبقى تعالى لي هنا رقم باء، الطاقة الناتجة عن تكوين الروابط بين جزيئات النواتج، دي الناتجة اهي، أكبر من اللازمة لكسر. اللازمة للكسر دي اللي هي الممتصة، يعني الطاقة الناتجة أعلى من الممتصة، يبقى اختيار ب صح. طب تعالى عدد الروابط المكسورة، أنا ماليش دعوة بعدد الروابط،
ملناش ده، ما بتتحسبش بعدد الروابط، هي بتتحسب بالطاقة بتاعة الروابط. ممكن اكسر لك عشان اكسر رابطة واحدة احتاج طاقة قد 3 روابط من التاني، ملهاش علاقة. يبقى دول كده غلط، مش بتوعنا اصلا ومش هنقراها. 28. ما قيمة دلتا اتش للتفاعل المقابل؟ 2H2 زائد O2 بيديني 2H2O، علما بأن متوسط طاقة الروابط بوحدة كذا، ومديني متوسط طاقة الروابط لكل واحد فيهم. هنعمل ايه يا مستر؟ هقول لحضرتك الموضوع بسيط جدا. هتعمل ايه؟ هتجيب لي طاقة النواتج، تمام، هتحطها لي بالسالب، وطاقة، ليه؟ لأنها عملية تكوين. وطاقة المتفاعلات هتحطها لي بالموجب. يبقى من الناحية العلمية، الناس اللي عايزة تفهم بشكل علمي أهو، طاقة النواتج تحطها لي بالسالب، وطاقة المتفاعلات هتحطها لي بالإيه؟ بالموجب. لأن طاقة المتفاعلات طاقة تكسير، يعني موجبة بتمتص طاقة. طاقة النواتج طاقة تكوين، تمام، يعني بتنطلق طاقة. حلو الكلام؟ طيب بناء عليه، ده كده بالنسبة للناس اللي عايز تفهم. طب بالنسبة للحل بقى أعمل إيه؟ تريح دماغك، هات لي روابط المتفاعلات ناقص روابط النواتج، وشكرا على كده. نفذ حضرتك. ها، عندي ايه؟ الهيدروجين H2، يعني H مع H يبقى 432. معايا كام رابطة من ده؟ الجزيء الواحد فيه رابطة واحدة، معايا منه 2 يبقى ضرب 2، زائد الO2 الأكسجين 498، صح كده؟ ده اللي هي ايه؟ O دبل بوند O، عشان خد بالك ممكن أسئلة تانية تلاقي فيه O و O، و O دبل بوند O الأكسجين بيرتبط مع بعض بروابط ثنائية عشان ثنائي التكافؤ، يبقى O دبل بوند O ب 498 ضرب كام؟ ضرب واحد. خد بالك اوعى تقول لي ضرب 2 على اساس ان هي دبل بوند، لا، هي الطاقة دي كده بتاعة الدبل بوند على بعضها، ومش معناها انك تاخد لي واحدة وتضربها لي في 2 برضو، لا. تمام، لما تيجي في الأمثلة هنوضح أكتر. ماشي. ناقص من أولها كده، ناقص ماليش دعوة. معايا كام رابطة بقى؟ ده H2O اللي هو شكله ازاي؟ ادي الاكسجين وعامل رابطه مع الاتش وعامل رابطه مع الاتش، يبقى معايا رابطه واحده OH ومعايا رابطه تانية OH. 1 2 دي الرابطه اللي احنا عايزينها. اوعى تقول لي ده هي اكسجينه واحده ازاي ترتبط مع الاثنين، ما هي فعلا مرتبطه مع الاثنين، بس الطاقه اللي احنا عايزينها هي الخط ده. الرابطه بتاعتنا هي الخط ده. فكده معايا كام خط؟ خط بيوصل ما بين OH وخط بيوصل ما بين OH، يبقى كده معايا ايه؟ خطين او رابطتين. طب هات لي بقى الكلام ده كده حضرتك. يبقى معايا رابطتين ضرب عدد الجزيئات ب2، يبقى عدد الروابط ضرب عدد الجزيئات ضرب طاقة الربط اللي هي بكام بقى؟ 467. نفذ حضرتك. يبقى 4 3 2 ضرب 2 زائد 4 9 8 ضرب 1 ملهاش لازمة، ناقص 2 في 2 في 4 6 7 يساوي سالب 506 كيلو جول. اختيار رقم ب. تمام كده يا جماعة. يبقى باختصار كده، هات لي طاقة المتفاعلات أو طاقة روابط المتفاعلات ناقص طاقة روابط النواتج، وخلاص على كده. بس يا مستر هو مش المفروض كان أساسا الدلتا اتش عبارة عن طاقة النواتج ناقص طاقة المتفاعلات؟ يا حبيبي افهم مني، نفذ زي ما بقولك. احنا كفهم خلاص وضحنا الأساس. كفهم انت عندك الطاقة بتاعة الرابطة هنا اتكسرت فبالموجب، الطاقة بتاعة الرابطة هنا اتكسرت فبالسالب، او اسف اتكونت فبالسالب، فبنجمعهم على بعض وده موجب وده سالب بس. طيب كتنفيذ على ارض الواقع، هات المتفاعلات ناقص النواتج وانتهى الموضوع. يبقى طاقة روابط المتفاعلات ناقص طاقة روابط ايه؟ النواتج. 29. مستعينا بقيم متوسطات طاقة الروابط التي وضحها الجدول المقابل، ما قيمة دلتا اتش للتفاعل؟ نفس الكلام، ناخدهم واحد واحد كده ونفهم. أول حاجة CH4،
اللي هو شكله المفروض يعني ايه؟ يعني معايا كربون مرتبط ب اتش و اتش و اتش و اتش، معايا كام رابطة؟ 1 2 3 4. يبقى كده هنقول ايه؟ 4. نرفع كده شوية عشان ايه؟ نقدر نفهم بعض ونشوف السؤال والورقة. يبقى 4 ضرب كام رابطة؟ رابطة مين؟ السي مع الاتش. فين السي مع الاتش؟ اهي 413 زائد الكلور سي ال 2، يعني سي ال مع سي ال واحاد الرابطة. سي ال وسي ال 240، معايا 3 جزيئات، يبقى 3 ضرب 240 ناقص اي حاجة في النواتج ناقص. خلاص خلصنا. معايا مين بقى؟ بص كده، ده سي اتش سي ال 3، يعني شكله ايه؟ شكله هنا كربون بيعمل 4 روابط زي ما احنا متعودين، واحدة فيهم مع سي ال والتانية مع سي ال والتالتة مع سي ال والأخيرة مع الهيدروجين. يبقى كده عندي رابطة كربون مع هيدروجين، صح كده؟ اللي هي بكام؟ 413 زائد تلات روابط كربون مع كلور، يبقى 3، أو آسف هتبقى ناقص برضو، عذرا. أي حاجة تبع النواتج هتعملها ناقص، الموضوع منتهي. أو اعمل ناقص وافتح قوس وخليهم كلهم زائد، مش مشكلة، بس عود نفسك عشان تبقى خط واحد. يبقى ناقص 3 ضرب كام؟ الكلور مع الكربون، كلور مع اهي 340 ناقص معايا مين تاني؟ HCl اللي هي رابطة واحدة ما بين ال H وال Cl اللي هي 430، معايا 3 جزيئات، يبقى 3 ضرب 430. نرجع كده يلا، ها؟ يبقى معايا مين؟ 4 ضرب 413 زائد 3 ضرب 240 ناقص 413 ناقص 3 ضرب 40 ناقص 3 ضرب 430 سالب 351. اختيار رقم باء. بالاستعانة بالمعادلة التالية والجدول المقابل، ما قيمة دلتا اتش للتفاعل السابق؟ دلتا اتش بتديني دلوقتي x2y، يبقى أكيد أنا معايا هنا y، لازم أعرف أرسم كده التفاعل عشان أقدر أتعامل. مرتبطة بواحدة x وواحدة x، تمام؟ اداني x2 x مع x، واداني زائد نص y2 اللي هي هتبقى y مع y، بس عشان الواي بتعمل رابطتين يعني ثنائية التكافؤ هتبقى رابطة مزدوجة. يبقى نفذ بقى كده حضرتك. يبقى أول حاجة أنت معاك xy و xy يبقى معاك رابطتين xy، يبقى 2 ضرب ال xy مديهالك بكام؟ 467 ناقص، لأن كده خلاص خلصت المتفاعلات، تمام؟ ال x2 اللي هي x و x يبقى ناقص 432 ناقص ال y2 اللي هي هتبقى نص ضرب 498، يبقى 253. اختيار رقم ألف. من الجدول المقابل والمعادلة التالية، جدول ومعادلة وكل اللي نفسك فيه، ما قيمة دلتا اتش لهذا التفاعل؟ ركز بقى كده معايا عشان أنا عارف أنت ممكن تحل إزاي، بس ركزوا في اللي هقوله عشان الموضوع ده
ممكن يفرق معاك في بعض المسائل تلاقي الطاقة اللي انت محتاجها مش موجودة وتعمل لك مشكلة. لما تيجي تحسب في تفاعل زي ده، شوف التكسير حصل فين والتكوين حصل فين. انت لو تلاحظ هتلاقي المقدار ده كله كده محدش قرب له، يبقى معنى ذلك اللي اتكسر مين؟ رابطة واحدة من السي مع الاتش، ورابطة واحدة من السي ال مع السي ال، واللي اتكون رابطة واحدة من السي للسي ال ورابطة واحدة ما بين الاتش والسي ال. يبقى انت مش هتحسب لي ده كله، لا. طب لو حسبت ده كله مش هتطلع غلط، بس ساعات ممكن تلاقي حاجات غلسة مثلا، يعني زي انه يديلك هنا وليكن الكربونة دي تبص تلاقيها مرتبطة بذرة نيتروجين، بدل الثلاثة هيدروجين دول ذرة نيتروجين، ومش جايب لك اي حاجة تخص طاقة الكربون مع النيتروجين، تبقى مش عارف تعمل فيها ايه. تمام؟ فلا، الموضوع بسيط جدا. شوف مين اللي اتكسر معاك ومين اللي اتكون معاك. معرفتش هات التفاعل كله وهتلاقي برضه النتيجة طالعة معاك ان شاء الله. حتى لو كان مش جايب لك او في احدى طاقة الروابط جايبة عنك، هتلاقيها برضه بتطلع بتخرج معاك، يعني مفيش مشكلة. يبقى هنا انا عندي الكربون مع الهيدروجين 413، انا كسرت رابطة واحدة بس، زائد الكلور مع الكلور 240 برضو كسرت رابطة واحدة بس، ناقص كربون مع كلور اللي هي 340، ناقص كلور مع هيدروجين 430، تساوي سالب 117 كيلو جول لكل مول. مستعينا بقيم متوسط طاقة الروابط الآتية، ما دلتا اتش للتفاعل. طيب مديني هنا التفاعل H2 زائد Br2 اداني 2HBr، يبقى خلاص برضو على طول هي واضحة وصريحة، أو الرابط بتاعتها واضحة وصريحة. H2 يعني H و H يبقى 432 زائد 193 Br مع Br. واللي عايز يرجع يا جماعة للتفاصيل، عندك من أول سؤال 28 أو سؤال 27 وإحنا بنشرحها بالتفصيل، فاللي حابب يرجع للتفاصيل الدقيقة يرجع للسؤالين دول. أما إحنا هنا من أول 32 فإحنا بنكمل على طول. ماشي، هنقول ناقص ال HBr، معايا منه هي رابطة واحدة ما بين ال H وال BR ومعايا جزيئين، يبقى 2 ضرب 366 هيساوي سالب 107. اختيار رقم ج. من التفاعل المقابل، وعلما بأن متوسط طاقة الروابط بوحدة كيلو جول لكل مول، ما التغير في الانثالبي؟ التغير في الانثالبي يعني الدلتا اتش ما اختلفتش. تعالى حضرتك ننفذ التفاعل، نرسمه برضو عشان للناس اللي مش واخده بالها، ما دام في حاجه عايزه تترسم بنرسمها لكم برضو عشان الامور تبقى واضحه. انت عندك هنا عندك الكربون C2H2. طب ده شكله هيبقى ازاي؟ ارسمها ازاي يا مستر؟ اقول لحضرتك انت تعمل لي ذرتين الكربون الاول. يبقى اول حاجه تحط لي ذرتين الكربون، وبعد كده وزع الهيدروجين عليهم بالتساوي. يبقى معاك هنا H ومعاك هنا H. يتفضل عندك كام رابطه؟ الكربون لازم يعمل 4 روابط. طب هو كده عامل 1 2، ناقصك رابطتين، يبقى 1 2، يبقى رابطه ثلاثيه وH وH. طيب زائد ال O2 طبعا زي ما احنا عارفين 5/2 O دبل بوند O، يديني ال CO2 شكله شكله عبارة عن ذرة كربون وأكسجين من على اليمين وأكسجين من على الشمال وناقصه رابطتين فيعمل دبل بوند مع الأكسجين. طيب زائد طبعا معايا من ده 2، يبقى زائد ال H2O اللي هي أكسجينة ومعاها H ومعاها H، وكفى الله المؤمنين شر القتال. ناخد بقى طاقة الروابط مع الرسم الجميل اللذيذ العجيب الكئيب بتاعنا ده وننفذ. أول حاجة حضرتك أنت عندك هنا في المتفاعلات C تريبل بوند C اللي هي 835 زائد، ومعاك رابطتين كربون مع هيدروجين، صح؟ يبقى 2
آسف، ضرب كربون مع هيدروجين 413 زائد الأكسجين هيبقى 5/2 ضرب O دبل بوند O 498 ناقص. بعد كده الكربون مع الأكسجين الجزيء الواحد فيه رابطتين وفي نفس الوقت معايا جزيئين، يبقى ضرب 2 ضرب طاقة الأكسجين مع الكربون اللي هي 803 ناقص الأكسجين مع الهيدروجين عندي رابطتين، أكسجين مع هيدروجين يبقى 2 وهو جزيء واحد يبقى خلاص عفى الله عما سلف، ضرب الأو مع الاتش اللي هي 467 هتساوي سالب 1240. اختيار رقم ب. من التفاعل N2 زائد 3H2 هيديني 2NH3، وعلما بأن متوسط طاقة الروابط ما قيمة متوسط طاقة الرابطة NH. طيب NH اللي هي الروابط بتاعت النيتروجين مع الهيدروجين. طب نبص كده للتفاعل، أنا المفروض معايا N2 N تريبل N بعد كده زائد H2 H مع H معايا منها 3 اداني 2 NH3 يعني N مع H مع H مع H. طيب يبقى الدلتا اتش بتاعتي اللي هي سالب 8/9 المفروض تساوي ايه؟ تساوي التلات النيتروجين مع نيتروجين اللي هي 400 او اسف 900 عذرا 41 زائد الهيدروجين مع بعضه اللي هو 432 ضرب 3 ناقص عشان نواتج بقى 2 اللي هو عدد الجزيئات ضرب 3 اللي هو 3 روابط ضرب طاقة الرابطة NH. بس حضرتك تقدر تشيل NH وتحط مكانها X وتعمل لي شيفت سولف على الكالكوليتر ويطلع معاك النتيجة. ده بالنسبة للآلة بتاعتهم حديثة. أما بالنسبة لحضرتك لو الآلة بتاعتك أو مش عارف إزاي تعمل أو حابب تلعبها ماثيماتكس يبقى هتوديلي ده الناحية دي عشان تبقى موجب تبقى 6 NH وتجيب لي ده الناحية دي فيرجع تاني موجب. يبقى كده معايا النتيجة بتاعتي أهو 941 زائد 432 ضرب 3 زائد ودينا دي كانت سالب ودينا الناحية التانية بقت بالموجب يبقى 8/9 يساوي الكلام ده نقسمه على 6 على أساس إن أنا دي برضو كانت سالب 2 في 3 اللي هي سالب 6 هتروح الناحية التانية بقت موجب يبقى نقسم على 6 عشان أطلع ال NH لوحدها هتساوي 387. اختيار رقم ب. من الجدول المقابل والتفاعل التالي نستنتج أن عندي أول حاجة اختيارات على الدلتا اتش وعندي الطاقة الناتجة عن تكوين 1 مول من ال HCl اللي هو الدلتا اتش نوت. يبقى أنا كده معايا دلتا اتش ومعايا دلتا اتش نوت. أول حاجة نحسب الدلتا اتش. هو الطاقة الناتجة عن تكوين 1 مول يبقى احنا كده بنتكلم على دلتا اتش نوت لل HCl. طيب أول هام الدلتا اتش المفروض هتساوي إيه؟ طاقة المتفاعلات ناقص طاقة الروابط أو آسف طاقة روابط المتفاعلات ناقص طاقة روابط النواتج. ماشي؟ يبقى ال H2 اللي هي المفروض 432 زائد
Cl2 اللي هي 240 ناقص HCl معايا منها جزيئين يبقى 2 في HCl ب 430 يبقى تساوي كام؟ سالب 188. طيب الدلتا H نوت هتساوي كام؟ المقدار اللي طلع معايا ده هقسمه على 2 عشان ده جزيء واحد من أو 1 مول من HCl يبقى تساوي سالب 94. طيب يبقى أول هان كده دي غلط ودي غلط يبقى هنا سالب 94. طيب الدلتا اتش سالب 94 يبقى الطاقة المنطلقة أو الناتجة اللي هي كام؟ موجب 94 تبقى اختيار رقم ج. ينحل المركب PCl5 بالحرارة إلى PCl3 وغاز الكلور باستخدام طاقة الروابط الموضحة بالجدول المقابل فإن دلتا اتش للتفاعل تساوي. هقول لحضرتك بالراحة. أنت كان معاك PCl5 أهو ادي 5 منورين ما شاء الله اتحول ل PCl3 زائد Cl2. حلو الكلام. يبقى ايه اللي حصل؟ انا كسرت ربطتين 2 بس. عايز تحط ال5 وتيجي بعد كده تطرح منهم ال3 انت راجل فاضي بقى براحتك، بس انا كسرت 2 بس وكونت رابطة واحدة بس، صح كده؟ يبقى هقول ايه؟ يبقى 2 ضرب البي مع الCl اللي هي 330 ناقص النواتج عندي ده خلاص زي ما هو Cl2 اللي هي Cl مع Cl يبقى 240 يديني 420 كيلو جول لكل مول. اختيار رقم ج.